في ظل العدد الكبير المطروح من المبادرات في خضم تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وجد الطرح الأوروبي الجديد والذي جاء تزامنا وخطة الأوساط السياسية والإعلامية الممثلة لموقف الحكومة السودانية. لأن المبادرة الأوروبية فيها شرط أساسي هو إبعاد القيادة السياسية الحالية للجيش وإبعاد قيادة الدعم السريع، وهو السبب الرئيسي الذي جعل الطرفين يرفضان هذه المبادرة في حينها. ولكن المبادرتان تلتقيان في خروج قوات الدعم السريع من الخرطوم ومن المناطق المدنية ومن المعسكرات التي احتلتها، وتمركزها في خارج الخرطوم في معسكرات جديدة أو في معسكراتها القديمة، وأيضا تتفق في الدمج السريع لقوات الدعم السريع في الجيش السوداني. الخطط المطروحة تأتي في سياق التعجيل بإيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين والفصل بين القوات المتقاتلة، لتأتي بعدها مرحلة العملية السياسية بالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي تركز على تأسيس الدولة، نقاط اختلفت حولها الرؤى لتبقى فرص النجاح مجهولة. وأعتقد أنه الآن تم إعلان سريع جدا من قوات الدعم السريع برفض الوساطة السودانية. أعتقد أن هناك إمكانية لدمج المبادرة الأوروبية والمبادرة الأفريقية، وسيكون لهما حجية أكبر في القبول وأيضا بالنسبة للوزن الدولي. تطورات الملف السوداني في خضم العقوبات المفروضة ناهيك عن رفض المبادرات والتحفظ تجاهها ينذر بأن الحرب الأهلية باتت على مشارفها.